حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ انا بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات، حوالي كده 4 5 ايام. فبصوا بقى فيديو النهارده كده، ولا ترويق بقى ولا اكل ولا اي حاجه، ايه في الجو الحر اللي احنا فيه ده. بصوا انا عندي هنا كده عايزه اركب ضوافر، فحبيت اوريكم يعني انا بستخدم ايه، يمكن تستفيدوا باي معلومه. بصوا انا عندي هنا، انا جايبه العلبه دي الضوافر اللي هي البيضه دي. دول بيبقوا كذا واحده مع بعض كده، والخامه بتاعتها حلوه قوي ومرنه كده، البلاستيك بتاعها نوعه نضيف. دي العلبه دي كانت كلها كده ب20 جنيه. وفي برضو نوع تاني اللي هو اللي انا ماسكاها دي، هي يعني مش احسن حاجه، يعني لما بتيجي تبردي او بتقصي وكده بتروح بتتشق كده من النص وبتتقسم نصين. فهي بقى عايزه اللي يركبها يركبها ايه على طولها كده، او يفضل بقى يبرد فيها لحد الطول اللي هو عايزه. بصوا بقى هنا انا عندي، وطبعا اهم حاجه مع الضوافر اللي هي التركيب دي، المبرد الخشن اللي هو الصنفره ده. انا هلزق بقى بايه؟ عندي اللي هو اللزق الدبل فيس ده، وعندي اللزق اللي انا مش عارفه بوريه لمين ده اللي هو اسمه الصاروخ. ده هتلاقيه عند اي حد بتاع حد كهربائي، او بتوع الحاجات اللي هي البوية والمسامير والحاجات دي. بصوا بقى انا هنا بعمل ايه، انا هنا بخشن الضفر الطبيعي يعني بتاعي. آه انتوا عارفين الضوافر بيبقى عليها زي طبقة كده دهنية من فوق، فيعني لازم تتشال عشان اللزق يمسك كويس يعني في الضفر وكده. هنا بقى عندي بالمبرد التاني ده انا بزق بس الجلد كده، والناحية التانية في المبرد فيها، عارفين انتوا بيبقى حاجة كده زي شبه الشوكة شوية، بتشيل بقى الجلد الميت والزوايد اللي بتبقى في الجناب دي. بس خلوا بالكوا بقى عشان دي ايه، يعني بصوا بتاكل الجلد كده، يعني ممكن ايه تعورك لو مشيتي بيها في حتة كبيرة، يعني حتة جلد حي او كده. فخلوا بالكوا بقى. هنا زي ما قلت لكم، هو انا بخشن بس الضفر عشان اما احط عليه اللزق الصاروخ ده يمسك كويس. انا عندي طبعا اهو، بصوا الالوان اهي كتير قدامي حاطه، فهنشوف بقى ايه، هختار لون كده حلو ونحطه. بصوا هي كده اسهل بقى، عارفين انتوا لو ايه مكسله تروحي كوافير مثلا، زحمه بقى وحر وكده، فالحاجات دي حلوه والله في البيت يعني، وتغيير برضو. يعني انا بحط الضوافر دي لما بكون يعني كده قاعده زهقانه، او في عيد مثلا، او في فرح او حاجه. بس هنا بقى لزق الصاروخ ده حلو، لزق قوي. وبصوا بتقعد معايا والله ساعات اسبوع واكتر، يعني ما بتتفكش غير لما انا اللي بفكها بايدي. انا بحط بقى ايه نقطة صغيرة كده خالص منه في النص، وبروح حاطة الضفر اللي هو البلاستيك التركيب ده عند منبت الضفر، يعني بزقه كده لجوه ايه عشان يبان ان هو ضفري الطبيعي، يعني يبان ان هو خارج كده من تحت الجلد. تعالى يا زين، تعالى تعالى. سمعتوا زين بيعيط ازاي؟ المهم هنا كده انا هو كنت آه عايزه اخلص يعني الايد اللي هي الشمال الاول، دي بعملها وبعد كده بعمل بقى الايد التانية. انتوا بقى تحطوا بس نقطه كده واحده في النص، وما تكتروش عشان لما بتحطي كتير وتيجي تدوسي فبيطلع بقى بره على الجلد بقى وعلى صوابعك، بيبهدل الدنيا. فهي نقطه بس في النص كده وخلاص. خليكي بقى ايه حاطه ايدك كده ايه يعني 5 6 ثواني كده، يعني عدي كده من 1 ل10 وخلاص، عشان يمسك بس كويس. بس يا زين، الضوافر اللي انا بحطها دي، بصوا هي لونها ابيض كده، آه بيكون في جاي منها الوان بقى، لون نبيتي او لون اسمه ايه، اللي هو الشفاف خالص ده، وانتي تحطي بقى فوقيها اللون. انا عايزه اقول لكم في ناس بتركبها وتسيبها زي ما هي كده. هو اصلا اللون الابيض الجيري ده آه يعني طالع موضه، بشوف بنات كتير حطاه.
كمان اشكال الضوافر يعني بصوا كترت قوي بقى الفترة دي. وفي بقى اللي هي بتبقى طويلة كده اللي هي اسمها شكل اللوزة، اللوزية يعني. وفي اللي هي بتبقى مربعة، وفي اللي هو فرنش، والالوان بقى، واللي هي الضوافر السواريه بتاعت العرايس وكده. في كمان اللي حلوة قوي انا لسه مجرباها قريب، اللي هي الضوافر السيليكون. بيبقى منها فيها كده، فيها لزق من تحت، بتطلعي من العلبة وتحطي على طول. بس لما تيجوا بقى تشتروها يعني بصوا اختاروا نوع كده ايه، آه يكون نضيف عشان اللزق بتاعه يكون كويس. انا لسه كنت مجربة من فترة كده، وقعدت برضو معايا حوالي اسبوع ما تفكتش خالص. واللزق بقى عارفين انتوا بيفضل فيها، يعني تفكي وتلزقي تاني. لو مثلا عايزة تركبيها في اليوم وهتصلي وكده بتتفك وتلزق تاني عادي، واللزق بيفضل زي ما هو. تقريبا اسمها ضوافر جل او ضوافر سيليكون. بس بصوا بقى انا هنا ايه، آه انا قصيتها بالقصافة. وعندي بقى هنا الفرشة دي، انتوا لما بتبردوا الضوافر بيطلع منها زي بودرة كده زي الضوافر الطبيعية. فدي لو سبتيها بتكلكع بقى في اي لون مانيكير هتحطيه، مش بتبقى حلوة. فانا بطلعها كده بالفرشة على طول، عشان اللون اللي هحطه يبقى ناعم كده، فاهمني. انا هنا كده كنت خلصت الايد اللي هي الشمال دي، قصيتها وبردتها وظبطت المقاس وكده. بس وهنا بقى هعمل الايد التانية اليمين دي نفس الطريقة برضو. بكون عارفة بقى ايه مقاس الضفر، ما تبقاش كبيرة قوي خارجة كده على الجلد، ولا تبقى صغيرة مبينة اللي تحتيها. سهلة قوي بقى، وايه يعني تخلي الايد شكلها حلو. انا عندي هنا بجيب الاسيتون اللي هو بتاع ايفا ده، وساعات بجيب اسمه بيور، حلو برضو، نوع حلو. وعندي برضو اللي هو المدور ده بيبقى مش في الصيدلية بقى، بيكون في محلات اللي هي اللي بتبيع الميك اب والحاجات دي، حلو برضو، في زي زيت كده. بس والقصافة، في عارفين انتوا القصافة اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الكلاب والقطط دي، كبيرة شوية كده شبه الكماشة. دي بتبقى حلوة قوي في الضوافر التركيب. بس هنا بقى دي زي مناديل وايبس كده، فيها كحول لل يعني المفروض ان هي بتعقم الضوافر وكده. دي كانت جايالي مع علبة بقى تانية. هنا بقى ايه، انا فضلت ايه ادور في الالوان. انا دايما في العادي بحب احط النبيتي، بيخلي الايد بيضة كده وشكلها حلو. فطلعت اللون الاصفر المستردة ده، قلت يلا بقى حلو الوان الصيف المطرقعة دي، شايفينه هو شكله حلو قوي، بس انا مش عارفة ليه طالع شكله غريب كده. و... وايدي برضو، انا ايدي اسمرت من المصيف وكده، بس مش غامقة قوي زي ما هي طالعة كده في الكاميرا. بس هو في الطبيعة شكله حلو قوي. عايزة اقول لكم انا بصوا بسجل لكم اهو الصوت على الفيديو بعد 3 ايام ولسه في ايدي زي ما هي، ولا اتفكت ولا اتحركت. وهتشوفوا الفيديوهات اللي انا هنزلها لكم، كذا فيديو مصوراه بعديها مركباهم يعني في الفيديوهات. هتشوفوا بقى عملت ايه، روتين كامل وترويق ومواعين، بصوا، وزي ما هي ثابته. والنهارده كمان مسحت اللون الاصفر ده وحطيت لون تاني بني، وبرضو شكلها جميل جدا. بتعامل معاها كأنها ضوافري الحقيقية. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ انا مش عارفة انا بوري مين والله. انا بعمل حاجات غريبة لما بصور بالكاميرا الخلفية دي، مش ببقى شايفة. بس يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. واللي مش عارف لو ما بيعرفش يعني يكون يتعلم مني لو حاجة بسيطة. وبس بعد ما بخلص برطب ايدي كده بأي كريم، وده اللزق الصاروخ زي ما قلت لكم. بس وحضروا بقى الاسيتون والمبرد والحاجات دي كلها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا عندي في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية، وتحطوا لايك للفيديو. اهم حاجة الفيديو مش هيخسرك حاجة.
بس كده يا حبايبي، استنوا بقى زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم على خير، ويلا مع السلامه.